لو انت طالب ثانويه عامه بتسال نفسك كل يوم اصحى امتى، اذاكر كام ساعه، اقسم يومي ازاي، الفيديو ده هينقذك حرفيا، لان هقول لك فيه روتيني الكامل في اخر 90 يوم، وازاي قدرت ان انا انهي السنه صح وانا بادئ متاخر اصلا وادخل كليه كويسه الحمد لله. وخلي بالك احنا في اخر 90 يوم، ما عادش في وقت ان انت تجرب، ما عادش في وقت ان انت تضيعه، لازم تذاكر بذكاء ولازم تعمل نظام محترم. لان يا جماعه الفرق بين طالب بيذاكر من اول السنه ودخل كليه كويسه، وطالب بدا في اخر كام شهر برضه ودخل كليه كويسه، ان هو شغل دماغه ومشي بنظام. قبل ما نبدا في الفيديو، طالب من كل اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي ينزل يشترك في القناه، لان اكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديو مش مشتركين في القناه، فده حرام. انت كده كده بتسمع الفيديو فانت مش خسران حاجه. اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا. المشكله دلوقتي عند اغلب الطلاب مش ان هم مش بيذاكروا، المشكله ان هم مش عندهم نظام واضح. انت ممكن تقعد تذاكر 10 ساعات وفي الاخر تحس ان انت ما عملتش اي حاجه خالص. فانت لو مراكم كتير او لسه اساسا ما فتحتش المنهج، ركز جدا في الفيديو لانه هيغير حياتك 180 درجه. هنمسك دلوقتي اليوم نقسمه جزء جزء، واقول لك انا كنت بعمل ايه وبذاكر امتى ومقسم يومي ازاي وايه النظام اللي انا كنت ماشي عليه. نبدا باحسن فتره واهم فتره في اليوم اللي هي بعد الفجر، ودي تقريبا الزتونه بتاعت اليوم. يعني ديت انت لو ما انجزتش فيها كم كبير فانت ما تستناش ان انت تكمل بقيه اليوم اساسا او تنجز حاجه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان مخك بيكون في اعلى مراحل التركيز. فانا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بعد الفجر باخد اصعب مواد او اكتر مواد قرفاني في حياتي، كانت مثلا زي ماده الفيزياء اصعب مواد، عشان بعد كده انا عارف ان انا مش هذاكرها بقيه اليوم. يعني انا مثلا لو سبتها لبعد العصر، لو سبتها لبعد العشاء، انا عارف ان انا مش هذاكرها، فانا لازم انجزها في الوقت ده. بصوا بقى يا شباب، اول حاجه انا كنت بعملها في اول ساعه لما كنت بصحى، كنت بعمل 3 حاجات. كنت لازم اشرب ميه، وان انا اتحرك، وان انا ابعد عن الموبايل خالص تماما، لان انا اساسا كنت ماسح السوشيال كلها من على الموبايل، فما كنتش بلاقي حاجه اعملها فيها اساسا. فانت لازم تمسح كل الحاجات. انا كنت سايب واتساب ويوتيوب. ليه دوت؟ عشان الجروبات، ودوت عشان اسمع عليه فيديوهات لمدرسين مثلا شرح او اي حاجه، او اي فيديو ممكن اسمعه عليه يعني. لان انا كان اكبر ترفيه بالنسبه لي في الفتره دي ان انا ممكن اسمع مثلا فيديو تحفيزي. ده كان قمه الترفيه اللي انا فيه. واهم حاجه فيهم ان انت بس تبعد عن التليفون، لان دوت بيبوظ لك ده، عشان تبقى فاهم. نبدا بقى باول جلسه واهم جلسه في اليوم اللي هي من بعد الفجر. كنت بذاكر اصعب 3 مواد عندي، واللي هم كانوا الفيزياء والكيمياء والرياضه. الاحياء لا، لان الاحياء كانت ماده لذيذه بالنسبه لي، ما عدا الدي ان ايه كان في شويه لخبطه في شويه مسائل معينه في الدي ان ايه، بس الحمد لله قدرت ان انا اظبطها. الاحياء ما كانتش عائق خالص بالنسبه لي، في المجمل كانت ماده يعني كويسه جدا. فكنت بمسك ال3 مواد دول اخلص فيهم على قد ما اقدر، ان انا لسه صاحي فايق ومركز وكل الكلام ده. لو في مثلا اي مسائل رياضه احلها، لو في اي حاجه احلها، لان انا في قمه تركيزي حرفيا. مده الجلسه بالنسبه لي يا جماعه ما كنتش باخد اللي هو من الفجر لعند الظهر، لا، انا كنت ماشي بطريقه البومودور، ان انا اذاكر 25 و5 دقائق. بس انا ما كنتش بذاكر 25 و5 دقائق، لان انا كنت اساسا يعني كل ما اخش في المود التايمر ده يفصلني. فانا كنت مظبطها ان انا اذاكر 50 دقيقه و10 دقائق، يعني 50 دقيقه بحيث ان انا اكون بدات ان انا اخلص، لان 25 دقيقه ده انا ما لحقتش اعمل حاجه. يعني انا يا دوب بدات اخش في التركيز او بدات اخش في مود المذاكره، المنبه يفصلني. فانا كنت ظابطها اللي هو 50 دقيقه و10 دقائق روحه، بعدين اكمل كذا جلسه ورا بعض. نقطه مهمه جدا في ال10 دقائق دول، انا ما كنتش بمسك الموبايل. انا بالنسبه لي ان انا كنت قاعد على الكرسي كده مثلا وابص للحيطه، فده كان بالنسبه لي البريك بتاعي، لان انا همسك التليفون ال10 دقائق دول هيخش في ساعه، وصدقني فمهما كنت متحكم في نفسك ومهما كنت قادر ان انت تتحكم في نفسك، صدقني برضو ال10 دقايق هيبقوا ربع ساعه، هيبقوا تلت ساعه، هيبقوا نص ساعه، وتلاقي برضو الموضوع الوقت بيتسرق منك. وممكن كنت اقرا شويه قران، لان خلي بالك ما زحم القران شيئا الا بركه، فبيديك بركه اساسا. فانت لو قرات 5 دقائق او ال10 دقائق دول فانت هتلاقي بركه كبيره جدا. فبعد ما كنت بخلص اول جلسه في اليوم ديت، انا يا جماعه برضو ما كنتش بحب امشي اللي هو ساعات. يعني انا مثلا ليا عدد ساعات معين في اليوم اذاكره، ما كنتش بحب امشي كده، بحب امشي كم. يعني ليا عدد مواد في اليوم ان انا اخلصه، فهو انا ماشي بعدد المواد اللي عليا وبعدد التاسكات اللي انا كاتبها عليا، وده بالنسبه لي افضل يعني. نيجي بقى لتاني جلسه اللي هي بعد الظهر، وانا كنت باخد فيها اي مواد محتاجه انها تتحفظ. بالمناسبه انا ازهر، فانا كنت باخد فيها المواد العربيه، لان المواد العربيه فيها كميه حفظ كبيره جدا، والمواد الشرعيه كنت باخدهم، وكنت باخد برضو معاهم الاحياء لان فيها برضو حفظ. كنت بمسكهم بعد الظهر افضل احفظ فيهم. بالنسبه لي كان مذاكره المواد الشرعيه دي متعه، وبالذات الفقه، لان انت بتتعرف على حاجات جديده، بحسها زي معلومات عامه. حتى الناس اللي ربنا هيكرمها مثلا وتخش جامعه الازهر كليات مثلا طبيه، هتاخدوا برضو فقه حلو قوي، بيتكلم عن عمليات التجميل والاجهاض، حاجات كتيره جدا انت هتكون اساسا عايز تعرفها. بعد ما كنت بخلص كنت بعمل برضو حاجه مهمه، ان انا كنت بحل. وخلي بالك كل الطلاب اللي بيجيبوا مجموع عالي بيحلوا كتير، لان انت داخل الامتحان تحل، انت مش داخل تسمع. انت مثلا ذاكرت درس كويس جدا، حل عليه. فانت عشان تعرف انت ذاكرت الدرس ده كويس ولا لا، لازم تحل عليه، لان انت امتحانك مش بيقيس ان انت قرأت الدرس، بيقيس ان انت تعرف تستخدم المعلومه، سواء بقى جابها لك بطريقه مباشره، طريقه غير مباشره، كل الكلام ده. والناس يا جماعه اللي بتسالني كتير انت كنت بتذاكر كام ساعه في اليوم، والله يا جماعه أنا ما كنتش بحسب. اللي هو انا كنت بعمل حاجه وارجع اذاكر، اروح اصلي وارجع اذاكر، مثلا اتغدى وارجع اذاكر. مش بحسب لنفسي، ان كان في ناس كتير بتسالني انت بتذاكر كام ساعه. ما بحبش اذاكر بعدد الساعات. يعني ما بحبش اذاكر مثلا اقول في اليوم ده هذاكر 10 ساعات،
في اليوم ده هذاكر 12 ساعه، ما بحبش الكلام ده. انا عندي مثلا 3 مواد او 4 مواد، احس بالانجاز امتى؟ لما اخلصهم في اليوم. مش هحس بانجاز لما اقعد عدد ساعات كتير، لان انت ممكن تقعد وما تنجزش. واخر جلسه ليا بقى في اليوم اللي هي بالليل دي، كنت مثلا ممكن الخص فيها، ممكن اراجع فيها، ممكن ارسم فيها شويه رسومات. كنت بحب جدا ارسم الرسومات بتاعه الاحياء دي، كنت حافظها كلها. وانام بدري عشان اكرر نفس اليوم تاني. يا جماعه ده كان يومي الكئيب في ثانويه عامه. ويا جماعه بستغرب جدا من الناس اللي هي بتقول يا رب نرجع الثانويه تاني، ده كانت احسن ايام. ده حاجه من اتنين: يا اما ما كانش بيذاكر، يا اما ده مختل اللي هو بيقول لك عايز ارجع الثانويه ده تاني. اللي هو انت ايه يا عم الحاج، احنا مطحونين في الكليه بس. الثانويه فتره مصيريه، اللي هو انت بتذاكر عشان مستقبلك، انت مش عارف انت رايح فين، مش عارف انت جاي منين. اما انت في الكليه انت خلاص دخلت الكليه هتطلع. وخلي بالكم يا شباب ان العبره بالنهايه، مهما كنت مراكم، مهما كنت قصرت، احنا كلنا مقصرين. كل الكلام دوت ما تخليش حد يلعب في دماغك، ما تخليش حد يقنعك ان خلاص الوقت عدى. طالما الامتحان مش بكره كمل، طب خلاص انت مكمل، انت بتذاكر، انت بتعمل اللي عليك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيره فليغرسها. فلو انت ما تسمعش كلام لحد، ما تسلمش ودانك لحد، انت مع نفسك شغال مع نفسك، وربنا ما بيضيعش تعب حد. لو وصلت لاخر الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس يعمل لك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.